فيها من شرك وحسد، وحل محله الإيمان والحب والرحمة، فصار الصحابة أبر الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأكثرها طلبا للجنة. وكذلك أثنى على إيثار الأنصار لهم. سيقوم رسول الله بتنظيم العلاقات بين المهاجرين والأنصار واليهود داخل المدينة بوثيقة تحفظ الحقوق للجميع. الحمد لله على نعمة الإسلام. فعندما وصل رسول الله إلى المدينة ترك وراءه قريشا التي ملأت عداوته قلوبها، وهي لن تألو جهدا في الوقوف بوجه دعوته، بل وربما قتاله إذا لزم الأمر. فكان من تمام الحكمة للنبي صلى الله عليه وسلم إيجاد نظام يستهدف تنظيم العلاقات بين أهل المدينة بعد أن أصبح فيهم مسلمون إضافة لليهود والمشركين. لقد هاجر محمد وكسر شوكتنا. لن نتركهم هكذا، وسنرتب لحروب متتالية معهم. لنجهز أنفسنا من الآن لمحاربة محمد وأصحابه. لن ندعك تسخر منا أكثر من ذلك يا محمد، فلقد حانت ساعة الحرب. وعجباه، لقد وصل محمد إلى المدينة وأصبح بحكم الدستور حاكم المدينة، ولم يصادر حريتنا في ديننا وأموالنا، بل ترك لنا مطلق الحرية في كل ذلك. أخشى على اليهود من هذا الدين الجديد، وخصوصا بعد إسلام حبرنا عبد الله بن سلام. كنا نعلم ونهدد الأوس والخزرج أن نبي آخر الزمان سيخرج، ولكن ليس من جزيرة العرب. علينا أن نظهر له الود ونكن له الكفر، ونتعاون مع قريش ضده في أي معركة. لابد أن نجهز أنفسنا لحرب طويلة مع المسلمين. وقد تجلت حنكته صلى الله عليه وسلم ومرونته في السياسة مع الإنصاف الذي لا يستطيع رفضه أحد. إن هذه المعاهدة تلجم كل محاولة كيد من اليهود، ولقد كانت حجة عليهم فيما بعد عندما غدروا، وكانت محاربة الرسول لهم عندها مبررة قانونيا وأخلاقيا. وقد كان بوسعهم أن يعيشوا سعداء في ظل العهد الإسلامي الجديد، آمنين على عقائدهم وأرواحهم وأموالهم، وكان هذا خيرا لهم لو فعلوه. نحن أبناء الله وأحباؤه، وما جاء به محمد كذب وضلال. نعم يا أخي، وإن كانوا على حق فلما يصلون نحو قبلتنا؟ حقا، فنحن شعب الله المختار. أجل، نحن شعب الله المختار. وبينما كان النبي يقلب وجهه في السماء، وذلك في منتصف شعبان وبمرور 16 شهرا من الهجرة، نزل جبريل ليزف البشرى للتوجه إلى الكعبة بيت الله الحرام. انظروا ما الذي ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. ما الذي ولاهم عن هذه القبلة؟ أجل. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
نزل الإذن بالقتال في العام 2 الهجري. نعم، حمل المسلمون السيف ودخلوا في معارك مع الكفار. ولكن لماذا؟ للرد على ما كان يوجه إليهم من كيد وتنكيل ومن تعذيب وتقتيل. فقد كانت قريش كما سيتبين لنا هي التي تبدأ بالعدوان وتسعى للقضاء على الإسلام والمسلمين. وكان إذا بعث سرية يوصيهم بتقوى الله ويقول: سيروا بسم الله وفي سبيل الله وقاتلوا من كفر بالله ولا تمثلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا وليدا. وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن قتل النساء والولدان، وكان يأمر أمير سريته أن يدعوهم قبل القتال إلى الإسلام، فإن أجابوا إليه قبل منهم، وإن بدأوه بالقتال استعان بالله وقاتلهم. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. ها قد انتهينا وجمعنا كل ما تركه أصحاب محمد وراءهم. جيد، حتى أخذها معي في قافلة الشام وأبيعها كلها، فقد أصبحت ملكنا الآن. إنه أبو سفيان يا رسول الله، سيبيع أمتعتنا في الشام ويأخذ ثمنها ويعود بها إلى مكة فتزيد من قوتهم. أرجو أن يأذن لنا رسول الله أن نستعيد أموالنا. ولما عاد أبو سفيان من الشام قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: اخرجوا إليها لعل الله أن يمنحكم إياها. فلما كان في رمضان من السنة 2 للهجرة حدثت غزوة بدر الكبرى، عندما سمع النبي بأبي سفيان بن حرب مقبلا من الشام في عير لقريش عظيمة، وأمر من كان ظهره حاضرا للخروج. قال تعالى: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون.